عمرك تخيلت نفسك تقدر تعيش في بيت مسكون بالعفاريت؟ لدرجة يطلع لك راجل اسود وشعر ابيض وعينيه خارجة من وشه في مشهد يسبب لك الذعر، وبرضه تفضل مقيم في البيت ده أكتر من 30 سنة. في الواقع أسرة كاملة قبلت بالوضع ده وفضلت عايشة مع الأرواح والعفاريت. الأسرة دي تبقى عيلة الفنانة الراحلة مها أبو عوف. قبل أي تفاصيل اسمحولي أعرفكم على الفنانة مها أبو عوف. مها بنت الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف وأخت الفنان عزت أبو عوف. اتولدت مها سنة 1956 واتخرجت من الجامعة الأمريكية، واتجوزت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد. على الرغم إن باباها كان معترض جدا على الجوازة دي، بس مها البنت الجميلة أقنعته بكل سهولة. بس للأسف معاشوش مع بعض كتير، والموت قرر ياخد جوزها منها وهي حامل في الشهر الرابع. بعده اتجوزت مرتين وخلفت ابنها الوحيد شريف بعد 15 سنة. على الرغم من إن كل الدكاترة قالوا لها استحالة يحصل حمل، مها قررت إنها تحاول وراحت إيطاليا وأمريكا وسويسرا وفرنسا ودول تانية كتير، وحاولت تعمل أطفال أنابيب بس منفعش. والدكاترة في الآخر نصحوها إنها تنسى الموضوع الحمل ده خالص، لحد ما في يوم حست بمغص جامد قوي. تعبت بس ساعتها كبرت دماغها، ولما الوجع زاد راحت المستشفى. وبعد ما الدكاترة كشفوا عليها لقيتهم في حالة ذهول وعلامات التعجب على وشهم، لحد ما الدكاترة قالوا لها مبروك انت حامل. مها أبو عوف دخلت التمثيل لما المخرج حسين الإمام قدمها في دور صغير في فيلم لا تظلموا النساء، ومن بعدها عملت أعمال سينمائية كتير قوي، وعملت اسمها اللي بقى علامة في السينما المصرية والمسلسلات. ده كله غير فرقة 4M، وهي فرقة غنائية مصرية أسسها عزت أبو عوف مع إخواته البنات منى ومها ومنال وميرفت. بس يا ترى إيه حكاية البيت المسكون بقى؟ والدة الفنانة مها أبو عوف طلبت من والدها يشتري فيلا سلفادور شيكوريل بمنطقة الرمل في اسكندرية، وكانت ملك لراجل أعمال يهودي إيطالي كان بيمتلك سلسلة محلات شهيرة في القاهرة. ورغم إنه اتقتل في فيلته، إلا إن والد مها حقق رغبة والدتها واشترى الفيلا وراحوا يعيشوا فيها. ولما راحوا استلموها لقوها متشمعة، وناس كتير استغربوا قوي الراجل اللي داخل مع أهله الفيلا دي. ومن هنا بدأت الحكاية الغريبة والمرعبة تبقى جزء من حياتهم. أولهم أصوات غريبة في الفيلا. في الفترة دي كان والد مها أبو عوف لسه ضابط في الجيش وبيسيبهم فترات لوحدهم جوه الفيلا، وبدأت والدتها تسمع أصوات غريبة زي أنفاس بتخرج من أوضة أطفالها. في البداية ما صدقهاش الأب، فقررت مامتها تجيب والدتها اللي هي يعني جدة مها أبو عوف للفيلا، وقالت إنها برضو سمعت نفس الأصوات. تاني موقف بقى راجل اسود بشعر ابيض وعيونه خارجه من وشه، بس يا ترى ظهر لمين؟ ظهر لخال مها أبو عوف، وهو قاعد معاهم في الفيلا كان بيذاكر في اوضه. حس بالتعب فطفى النور وحط راسه على المكتب. فجأة بدأ يسمع صوت طقطقة في الأرض، ورفع راسه واتمنى في اللحظات دي ما يفتحش. لقى راجل اسود بشعر ابيض وعيونه خارجه من وشه، وبسبب الواقعة دي اتحول شعر خالها أبيض من الرعب. الموقف التالت بقى واللي خلى الأب يصدق الأم بعد 30 سنة، لما كان لوحده في الفيلا بيعزف على العود وبيحاول يوصل للحن معين في راسه ومعرفش، فساب العود ودخل الحمام. سمع وهو في الحمام الجزء اللي ما كانش عارف يجيبه من اللحن والعود بيعزف لوحده. جري بالبيجامة وساب البيت مفتوح. وعلى قد الرعب اللي تعرضت له أسرة أبو عوف في الفيلا دي، إلا إنهم فضلوا عايشين فيها جنب العفاريت. ومها أبو عوف قالت عن الفيلا: أنا في الفيلا دي عشت أجمل سنين عمري، نجاح وأيام كتير حلوة، وحشتني أيام لمتنا. وزي النهاردة اتولدت مها أبو عوف.